وبيدفعه إلى التفوق والنجاح. يبقى هنا جايب لي 3 كلمات بالنص مذكورين في الشرح تحت أهمية المنفعة، أهمية التفكير اللي هي المنفعة العملية الفردية. بس جايب لي خوض التنافس. خوض التنافس ده في المنفعة الفردية. القدرة على إصدار الأحكام. القدرة على إصدار الأحكام دي في تحقيق المنفعة العامة. بيقول لي تحقيق المنفعة العامة، التفكير الجيد بيجعل الأفراد قادرين على إصدار الحكم وقادرين على حل المشكلات. يبقى هو جايب لي 3 كلمات بالنص برضو من تحقيق المنفعة العامة. عدم التأثر بالآخرين، بآراء الآخرين، دي جايبها لي بقى مين؟ عدم التأثر بآراء الآخرين. مين الشاطر اللي هيقولها لي؟ برافو عليكم تكريم. القدرة على النقد والتحليل والتقويم.